بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي طلابي حبايبي، يا رب كلكم بخير. احنا النهارده بنقول معانا في الفيديو بتاع الدافوديلز اللي هي اشجار النرجس، فبيكلمنا هنا عن شخص اللي مؤلفها اسمه ويليام ووردسورث. تعال نشوف الانترودكشن، مقدمه للموضوع. بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الانسبيريشن الالهام بتاع البويم القصيده ديت يا جماعه كان جاي لما كان الراجل اللي هو ووردسورث ده كان واخد، يعني كان بيتمشى مع هيز سيستر، مع اخته اللي كان اسمها دورثري. كانوا بيتمشوا في حته اسمها جيلينكاين، خلاص، في منطقه البحيره. المهم شاف هناك بعض الدافودلز كانت قريبه من الووتر سايد، كانت قريبه من الايه، من جانب المياه. فبدأ معانا بالاستنزة الأولى. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إني I wandered lonely as a cloud. أنا كنت أتجول وحيد زي السحابة. The floats on high over valleys and hills. يعني كانت بتحوم عاليا فوق الوديان والتلال. When all at once I saw a crowd. لما عيني جت فجأة على حشد كده، حاجات كتير مع بعض. A host of golden daffodils. يعني كان جمع مجموعة من أزهار النرجس البرية اللي كانت جولدن بسبب إن لون الشمس جاي عليها، فباينة كده إن هي ذهبي. Beside the lake, beneath the trees. يعني إلى جانب البحيرة، كان تحت الأشجار. قال لك fluttering and dancing in the breeze. يعني كانت بتتمايل وتتراقص مع النسمات الهواء يعني يا سيدي. paraphrasing بيقول لنا يا ولاد ان انا كنت I was wandering alone. كنت بتجول لوحدي when suddenly I saw a large number. شفت عدد كبير من الدافودلز moving as if they were dancing. بيتحرك ولا اكنهم بيرقصوا. الفيجر اوف سبيتش يا اولاد، عندنا اول حاجه الكونتراست، التناقض. عندنا كلمه لونلي وكراود، وحيد وازدحام او حشد. فيلز وهيلز اللي هو الوديان، الحاجات المنخفضه والحاجات العاليه. كمان بنيث واوفر اللي هو بمعنى يعني كلمه بنيث اهيت يا اولاد عشان برضو تكونوا فاهمينها، اللي هي تحت، واوفر اللي هو بمعنى فوق. يبقى ده التواضع. عموما احفظ دي، ان اي كونتراست strengthens and clarify the meaning. يوضح المعنى ويقويه. كمان بيدي كمان musical sound. السيملي يا اولاد هنا بيقول لك ان I wandered lonely as a cloud. هنا بيقول بقى السيملي بتاعنا ان البويت هنا لينك، يعني شبه نفسه، خلاص، بالكلاود، بالسحابة اللي هي بتتحرك aimlessly، يعني بدون هدف، مش ماشية في اتجاه معين، لا. يبقى هو هنا عمل تشبيه بينه وبين السحابة، انه بيشبهها، انه بيشبه نفسه بالسحابة اللي ماشية بدون اي هدف. تاني حاجة البرسونيفيكيشن، التشخيص. كلمة flattering هنا بتتراقص زي يعني بترقص، اللي هي اخر حتة هي يا ولاد، اللي هي بتتمايل وتتراقص. خلاص، هنا حصل ان هو طبعا شبههم البرسونيفايد ذا دافودلز از ا هيومن، شبههم بالبني ادمين. الرايم سكيم يا اولاد اي بي سي سي، احفظها. والالتريشن برضو از وهاي وهيل، الحروف البدايه اللي شبه بعضها، وآ. الصوره البصريه اللي هي الفيجوال ايمج، بيقول لك الايمج هنا بتاعت البيوتيفul دافودلز، الاشجار النرجس الجميله او زهور النرجس الجميله، كانت دانسينج، بترقص تحت الايه يا جماعه؟ تحت الاشجار. تعال نشوف الاستنزه الثانيه. في الاستنزه الثانيه يا جماعه بيقول لنا continuous as the stars that shine. يعني كانت بتمتد زي النجوم اللي كانت بتلمع بالظبط. and twinkle on the Milky Way. وكانت بتومد كده في مجرة درب التبانة. عارفين درب التبانة اللي هي المجرة؟ خلاص. قال لك they stretched a never ending line، في خط متصل وما كانش له نهاية. along the margin of the bay، على امتداد شاطئ البي، الخليج. قال لك 10,000 saw I at a glance. يعني بلمحة واحدة كده أنا شفت عشرات الآلاف منها. tossing
their heads in the sprightly dance، وكانت بتميل رؤوسها وبترقص كده بشكل مفعم بالايه؟ بالبهجه. يبقى دي الاستانزا الثانيه اللي بتبدا بكلمه continuous. فقال لك البارافريزنج بتاعها ايه ولا بقى؟ بيقول لك ان daffodils stretched along the lake، يعني امتدت بطول البحيره، like the stars، شبه النجوم كده، that shine in the sky، التي تضيء او تشرق في السكاي في السماء. They were so many that the poet saw 10,000 at a glance. قال لك كانوا كتير جدا لدرجة إن الشاعر شاف منها 10,000 أو عشرات الآلاف في جلانس، في لمحة بصر. تعال نشوف الفيجر. أول حاجة معانا السامري بتاعها يا أولاد، اللي هو التشبيه يعني. فواخد إيه؟ واخد كلمة continuous as the star، as اللي هي مثل أهي، مثل. فبيقول لك البويتس هنا link daffodils to the shiny stars، يعني شبه النرجس البري بالنجوم اللامعة. تاني حاجة التجسيد أو التشخيص البيرسونيفيكيشن. قال لك choosing their heads، إن هي بتحرك أو بتلقي رؤوسها. تمام. فهنا طبعا البويت link the daffodils to dancer who raise their heads، اللي بيحركوا رأسهم، بيشبههم بالرقصاء الراقصين اللي بيحركوا رأسهم in happiness، في سعادة، while they are dancing، وهم بيرقصوا. طبعا الرايم سكيم اللي هو A B A B C C، والفيجوال ايمج الصورة البصرية، الويف هنا اللي هي الأمواج أو التلويح بتاع الايمج يعني of the endless daffodils dancing along bay. نفس الكلام، بيقول لك انه بيرقص الى ما لا نهايه على طول البي الخليج. يبقى ده كده يا جماعه كانت الاستانزا الثانيه. ستانزا 3 يا اولاد بيقول ان طبعا the waves beside them danced، الامواج بجانبها كانت بترقص، but they، ولكنها كانت يعني outdid the sparkling waves in glee، يعني فائت الأمواج المتلألئة طربا. خلاص، وهنفهم واحنا بنشرح دلوقتي. The poet couldn't but be gay، يعني لا يملك شاعر إلا أن يحس بالفرح. خلاص. طيب، قال لك in such a jocund company، in such a jocund company، يعني كانت برفقة هذه بيغمرها الفرح. I gazed and gazed but little thought، أنا طبعا حدقت يعني برق كده. خلاص، لكن هو ما أدركش إن what wealth the show to me had brought، إلا مقدار الثروة اللي ساقها الاستعراض ده. برضه هو قاعد يعني الراجل مستمتع قوي بالشكل بتاع الدافودلز، اللي هو الزهور بتاعة النرجس اللي شكلها جميل، وقاعدة بترقص وبتتمايل قدامه، ولا أكن الراجل يعني قاعد بيوصف لنا إيه. مش عايزين نتكلم بقى. المهم، هو هنا بيقول يا أولاد the water in the lake was moving، المياه في البحيرة كانت بتتحرك وبرضه بترقص as well but the daffodils، ولكن الدافودلز كانت يعني lovelier and happier، كانت حبوبة أكتر كده، وهابير وأكثر إيه، وأكثر سعادة، كانت أكتر جميل وأكثر سعادة. طبعا الهابينس بتاعها خلاني أنا أيضا إيه يا أولاد؟ هابي، سعيد. طيب البيرسونيفيكيشن، قال لك الويفز بيسايد ديم دانس، برضه هو البويت هنا شبه الويفز كأنها دانسر، كل الناس بترقص عند الراجل ده. قال لك بعد كده عندنا الميتافور للاستعارة، يعني كلمة wealth. كلمة wealth the poet links the happiness he got through that sight of fortune، يعني الراجل شبه السعادة اللي حصل عليها من خلال المنظر ده إلى الثروة أو الحظ. تمام. he doesn't mean having money، هو ما كانش يقصد امتلاك الفلوس، but he means that believing in God a comfortable life، يعني كان بيقصد هنا ان الايمان بالحياة الايه؟ المريحة. طب الرايم سكيم A B يا ريت تحفظوها. الصورة البصرية، الايمج هنا بتاعت الويفز يا جماعة برضو بترقص، يبقى في الاستانزا الثالثة الامواج المرة دي هي اللي بترقص. تمام. ربنا يستر في الجاية مين اللي هيرقص.
انا عايزكم بس تذاكروا كده عشان ايه ما تخرجش من لجنة ترقص. في الاستانزا الرابعة بقى بيقول لك for oft when on my coach I lie. قال لك زي ما بستلقي على الكوتش الأريكة بتاعته الكنبة يعني. in vacant or in a pensive mood يعني يعني كان خالي البال او كان متأملا كده قاعد. عارف انت اما تكون قاعد كده بتشرب شوية شاي في قدام الزرع يعني. هو عايز يشبه لنا الحكاية بالشكل ده يعني. they flash upon the inward eye. قال لك كأنها كده بتومض بتنور يعني في العين الداخلية اللي هو النني. خلاص. قال لك which is the place of solitude of solitude. قال لك هي دي نعمة الخلوة اللي هو انت تكون قاعد لوحدك يعني. and then my heart with pleasure files. يعني كان بتملأ قلبي بالفل، بتملأ قلبي بالسعادة pleasure. والدانس with the daffodils وبيرقص مع قلبي كان بيرقص مع الايه؟ مع النرجس. طيب البارافريز بتاع الجزئيه دي، لو انتم ملاحظين البارافريز كله متشابه يا جماعه ان في حد بيرقص في الحكايه. تمام. قال لك في بعض الاحيان sometimes when I lie وانا يعني راقد كده على thinking and feeling unhappy، وانا قاعد كده بفكر بطريقه مش سعيده او عندي عدم سعاده يعني او بشعر بالتعاسه. I remember the beautiful daffodils. بفتكر دايما الأزهار الجميلة ديت which I saw that day اللي شفتها في اليوم ده. And then my heart fills with happiness and peace. وقلبي أول لما بفتكرها بيبدأ كده يبقى إيه؟ سعيد ويشعر بالأمان أو السلام يعني. بعد كده يا أولاد عندنا الفيجرز بتاعتنا. مين هي؟ بسيطة برضو سهلة وبرضو متكررة. اول حاجه كده الكونتراست يا اولاد. عندنا كلمه فاجنت وكلمه بينسيف اللي هي شاغر او فاضي، وطبعا بينسيف اللي هو متامل يعني. طبعا هنا برضو زي ما قلنا اي كونتراست يا اولاد strength and clarify the meaning يوضح المعنى ويقويه. الاستعاره هنا inward eye. inward eye. البويت هنا ربط الميموري الذاكره بتاعته بالاي بالعين اللي هي بتشوف الايه؟ الدافودلز. قال لك كمان البرسونيفيكيشن هنا جاي على الهارت القلبه بيرقص برضه. هو اعطى الهارت قلبه صورة الشخص اللي هو بيرقص مع الدافودلز، بيرقص مع الازهار بتاعت النرجس دي. طبعا الصورة البصرية البويت هنا لاينج على الكوتش قاعد على الكنبة بتاعته وفيل بليزنت ويعني بيفتكر او يعني فرحان بالايه؟ الدافودلز اللي هي الازهار بتاعه النرجس. طبعا في الصفحه اللي وراها بيقول لك ايه السيمبلز الرموز اللي موجوده عندك. طبعا كلمه دانس اللي هي الرقص يا جماعه بيشير الى الرايذم of the universe، بيشير الى الايقاع من اليونيفرس الكون. قال لك الجولدن راوند دافودلز اللي هو كلمه ذهبي. خلاص. قال لك refer to the sun. طبعا هنا ان شكل الدافودلز يا اولاد اللي هي الاشجار او الازهار بتاعت النرجس دي لما بيضرب فيها الشمس بتبقى شكلها بتلمع كده واخده اللون بتاع الذهبي. فقال لك ان هي refer to the sun بتشير الى الايه؟ الصن الشمس هنا. طب الستارز يا اولاد بتشير الى الايه؟ بتشير الى الماسنجرز اوف ذا جادز اللي هي رسائل الاله. الويفز refer to the fade and flow of life. الويفز يا اولاد اللي هي الامواج. فقال لك ان هي هنا بتشير الى يعني الفيد اللي هو الاختفاء بتتلاشى يعني، وفلو اوف لايف والتدفق بتاع الحياه. اما يا اولاد الدانسز with the daffodils refer الرقصات مع النرجس. طبعا هنا بتشير الى الدانس اوف انجلز around the throne of God، يعني بتشير الى ان النرجس يا اولاد بيرقص في الزوايا كده يعني. طبعا هنا ترجمه غريبه قوي throne of God يعني حوالين الاله يعني. طيب
برضو سؤال مش بيتكرر كتير ولكن نعرفه برضو. ايه هي خصائص المدرسة الرومانسية؟ خصائص المدرسة الرومانسية دايما بيقول لك ال characteristics of the romantic poetry. اولا الرومانتيك poets يا ولاد always talks about man، دايما بيتكلموا على الشخص اللي in relation with nature، الشخص المرتبط بالطبيعة. تمام. وقال لك كمان اللي هو felt always lonely، دايما بيكون بيشعر بالوحدة. كمان بيتكلموا عن themselves، بيتكلموا عن نفسهم. كمان ايضا يا جماعة they talk the beauty of nature، بيتكلموا عن جمال الطبيعة. كمان يا ولاد بيتكلموا دايما عن love of God، حب الاله او حب الله. كمان يا ولاد بيكونوا عايشين على الميموريز، على الذاكرة، اكتر من مواجهة الايه، الوقائع او الحقائق. يبقى دي خصائص المدرسة الرومانسية. طيب what are the romantic elements in the first line of the poem؟ العناصر الرومانسية اللي موجودة في السطر الاولاني في القصيدة، قصده هنا يعني الحتة اللي في الاستانزا الاولى خالص. فقال لك ان هي يا اولاد ايه، البويت هنا is wandering aimlessly، يعني يعني الشاعر هنا ماشي wandering، بيتجول بلا هدف، ماشي وخلاص، فلقى قدامه الدافودلز دي. قال لك he is feeling lonely، وهو بيشعر بالوحدة، ودايما بيتكلم مع himself في الريليشن، وربط نفسه بالناتشر، الطبيعة. طب ليه يا اولاد الدافودلز considered of romantic poem؟ ليه القصيدة دي تعتبر رومانسية؟ because it contains elements of romanticism، يعني بتحتوي على الرومانتيسيزم اللي هي العناصر الرومانسية، اللي هي اللونلس، الوحدة، والسادنس، والحزن، خلاص. وطبعا الناتشر، الطبيعة. اي حد رومانسي كده تلاقيه دايما حاسس بالوحدة، وتلاقيه ان هو سادنس، يعني حزين طول الوقت، خلاص، وكئيب في نفسه، وطبعا بيحب الطبيعة ويحب الورد ويحب الحاجات دي. طيب what is the main idea of theme؟ ما هي الفكرة الرئيسية؟ الفكرة الرئيسية للثيم دي. قال لك طبعا بتكلمنا عن البيوتيفul nature and its great effect، الطبيعة الجيدة وتأثيرها الجيد عشان تخلي البيبول ايه يا اولاد، البيبول هابي. اما السؤال السادس والاخير، ايه هو المود يا اولاد، المزاج بتاع البويت، الكاتب او الشاعر، خلاص. يعني before و after seeing the daffodils، قبل وبعد ما شاف الدافودلز. قال لك طبعا ان هو change، اتغير، خلاص، from being lonely، من بدل ما هو كان وحيد وساد وحزين، ويعني تحول الموضوع الى الهابينس بعد ما شاف الايه، الدافودلز. تمام يا حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا. وانا عارف طبعا ان الحاجات دي عجيبة عليكم، معلش، ولكن الشعر احنا عارفين ان الشعر بيكون كلام في مواطن جمال والكلام ده كله. ربنا يوفقكم يا حبايبي، انا اتشرفت بكم جدا، واتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وبسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.